تفرق. النهارده عندك صحة ومعاك فلوس وما عندكش مشكلة صحية، بكرة وبعده ممكن تلاقي دخلك مش كبير، أو لو حتى دخلك كبير التزاماتك كبيرة، لكن عندك مشكلة صحية أنت مش عارف تصرف على نفسك. هتقولي طب الدولة في دلوقتي كمصر مثلا موفرة إن أنت تقدر تروح أي مستشفى حكومي تتعالج فيها، أنا ما عنديش مشكلة. طب افرض بكرة أو بعده صدر القانون للتأمين الصحي اللي مصر عايزة تطبقه، جه في وسط القانون ده قال لك إن موظفي القطاع الخاص زي موظفي القطاع العام لما هم بيكون عنده مشكلة صحية يروح لمستشفيات التأمين، صدر نفس القانون ان القطاع الخاص ما يقدرش يستخدم التأمين الصحي. ساعتها ايه اللي هيبقى مشكلة؟ لا، هيبقى عندك حكومة تقدر تعالجك وفي نفس الوقت انت مش مؤمن عليك عشان التأمين يعالجك. هتلاقي بقى بالشكل دوت الخدمة الطبية اللي انت بتحصل عليها بشكل مجانا بقت بسعر مبالغ فيه بالنسبة لمرتبك. يبقى النهارده لو انت كنت مهتم عدد سنين عملك بالشكل التأمين عشان تقدر تاخد الخدمة الطبية، هتلاقي نفسك عديت من الأزمة دي. دي حاجة من ضمن حاجات كتير